السلام عليكم الخوت. في الفيديو غندوي على المباراة المقبلة الفريق الوداد اللي غتكون في الديربي اللي غيخرج فيها الملاقات الرجاء. خليك معايا في الفيديو، كنوعدك انك تخرج فيهم كلشي على الوداد وعلى الخصم الرجاء لا من ارقام احصائيات ولا تاريخ مواجهات بين الفريقين، وكذلك غنشوفوا شكون هما ابرز اللاعبين اللي كانوا في الجولات الماضيه لكل فريق. في عجبك الفيديو خلي لنا واحد لايك. خلينا نقول لكم نبداو. قبل ما ندوي على الماتش بغيت ندوي في واحد النقطه، بغيت نفهم انا فين غاديين بهذا التسيير. لا يعقل على ان اشهر مباراه في الكره المغربيه وفي الدوري المغربي عامه انها تولي بهذا التسيير. كيفاش انك تلعب مباراه الديربي اللي كانوا دول اخرين كيبغيو ينقلوها عندهم تلعب الجمعه ومع ربعه ويقدروا يكون بلا جمهور. فهاد المباراه بالنسبه لي انا بدات كتفقد البريق ديالها في السنوات الاخيره. ندوي دابا على المباراه. على حساب الجوله 11 من الدوري المغربي غيستقبل الرجاء الرياضي الوداد الرياضي في وحده من اكبر المباريات في تاريخ الدوري المغربي. هاد المباراه اللي غتلعب نهار الجمعه مع ربعه في ملعب العربي الزاولي. شفنا الفريقين شنو داروا في الجوله الماضيه بجوج بهم جايين بنفس النتيجه. الوداد تعادل امام طنجه في الميدان ديالو بجوج، والرجاء جاي من تعادل خارج ارضيه الميدان ديالو امام المغرب الاسطواني ب0-0. قبل هذا الماتش الوداد غيدخل في المركز السادس ب 15 نقطه، والجمعه من 4 انتصارات 3 تعادلات و3 ديال الخسارات. من جهه اخرى الرجاء غيدخل في المركز 11 ب 13 نقطه، والجمعه من 3 انتصارات 4 تعادلات و3 ديال الخسارات. الفريقين في هذا الموسم كيعانيو خاصه من ناحيه النتائج. تخيل ان الوداد في اول 10 جولات من الدوري المغربي ما قدرش انه يحقق 2 انتصارات على التوالي، وكذلك الرجاء في اخر 5 ماتشات في الدوري المغربي خسر في واحد وتعادل في 4 واللي انتهوا كلهم ب0-0. ونزيدك على ان الفريقين بجوج بهم بينهم بين الصداره، الوداد 8 نقاط والرجاء 10 نقاط. اجي دابا نشوف الوداد خارج الميدان ديالو هذا الموسم شنو دار. الفريق لعب 5 ديال الماتشات، ربح في مباراه وحده امام الفتح الرياضي، والتعادل في 2 ديال الماتشات امام كل من اتحاد توالقه وحسنيه اكادير، وخسر 2 ديال الماتشات امام كل من نادي المكناسي والمغرب الفاسي. وهذه النتائج بالنسبه لي انا وجماهير الوداديه غير مرضيه كفريق كبير بحال الوداد، ولكن مو هادشي كانوا بزاف ديال الاسباب وكاملين عارفينهم. من جهه اخرى الرجاء داخل ارضيه الميدان ديالو لعب 5 ديال الماتشات، ربح في 2 الماتشات امام كل الفتح الرياضي وزنامه، والتعادل في 2 امام كل من نادي المكناسي والجيش الملكي، وخسر في مباراه وحده امام بركان. من اللاعبين اللي متالقين حاليا في الفتره في الوداد بالنسبه لي انا في الجولات الماضيه هو اللاعب اسماعيل المترجي، اللي ماتش على الماتش المستوى ديالو غادي وكيتطور، وكيتعتبر المترجي هو اكثر لاعب مساهمه في الوداد في هذا الموسم، ماركا 2 وصنع 2. وما نساوش كذلك الثنائيه ديال نسيم الشاذلي ووليد ناسي على الاطراف، ثنائيه اللي فيها كل من القوه والسرعه والمراوغه، وقادره ان تخلق مشاكل لاي دفاع في الدوري في هذا الموسم. وكذلك اللاعب جمال حكاس اللي المستوى ديالو غادي وكيتطور بشكل كبير، وهذا الشيء باين وكلشي كيعترف به حاليا. من جهه الرجاء افضل لاعب حاليا من ناحيه الارقام هو يوسف بوزوق اللي مساهم في هذا الموسم ب5 ديال الاهداف، ماركي 3 وصنع 2. ولكن بالنسبه لي انا افضل لاعب في الرجاء حاليا هو محمد بولكسوس. اجي دابا نشوفوا اخر ماتشات اللي جمعوا بين الفريقين في الدوري في السنوات الماضيه. في الموسم الماضي كان تفوق الرجاء ذهابا وايابا، مباراه فاز فيها ب1-0 ومباراه فاز فيها ب2-0. وفي الموسم قبل الماضي مباراه كان فاز فيها الوداد ب2-1 ومباراه انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. وشفنا كذلك اخر 20 ماتش يجمع بين الفريقين في جميع المواجهات غلقاو فيه التعادل، الوداد فاز 6 الرجاء فاز 6 و8 ديال الماتشات انتهوا بالتعادل. وشفنا كذلك في هذا الماتش الرجاء اللي مدخل في اخر 10 ماتشات دخل فيها الرجاء الوداد، الرجاء ربح في 4 الوداد ربح في 2 و4 ماتشات انتهوا بالتعادل. الوداد في هذا الموسم الهجوم ديالو ماركا 13 هدف، منهم 3 خارج ارضيه الميدان ديالو، والوداد استقبل 11 هدف منهم 5 خارج ارضيه الميدان ديالو، والغايب في الامر ان كلهم تماركوا من بيلانتيات. من جهه اخرى الرجاء الهجوم ديالو في هذا الموسم ماركا 8 ديال الاهداف، منهم 3 داخل ارضيه الميدان ديالو، والفايز استقبل 8 ديال الاهداف منهم هدف في الميدان ديالو. شفنا في هذه المباراه الوداد اظهار مستوى كبير، وكذلك يحقق انتصار اللي غادي يفرق بشكل كبير في باقي الجولات، وكذلك نتمنوا انها تكون روح رياضيه بين الفريقين. هادشي ما كان خلينا نقول لكم ان شاء الله.